توماس فرانك يقدم نفسه بطريقة جدا رهيبة مع توتنهام حقيقة، وهذا الشيء ما أول مرة نشاهده مع أي مدرب جديد، وتوتنهام يقدمون أنفسهم بطريقة جدا رهيبة. وشاهدنا هذا الشيء مع نونو ساندو في أول 3 جولات، قدم نفسه بطريقة جدا رهيبة، 9 نقاط، انتصر على السيتي في أول مواجهة، ولكن بعد ذلك فشل. كذلك كونتي في أول 8 مواجهات لم يخسر في الدوري، وكان الأمور ماشية، وبعد ذلك لم تستمر النتائج. وأيضا مع بوستوكوغلو في أول مواسمه في 10 جولات توتنهام لم يخسر، توقعنا أنه راح يكون منافس، وبعد ذلك النتائج لم تستمر، وللأسف كان شفنا مستوى توتنهام نازل. لذلك ما أتمنى هذا الشيء أيضا يتكرر من جديد مع توماس فرانك، خصوصا أن هذا المدرب المناسب تقريبا لنادي توتنهام، واللي يقدم نفسه بطريقة جدا رهيبة، وصنع منظومة رهيبة حقيقة سواء كان دفاعيا أو هجوميا، رغم أن الفريق لم يتعاقد مع العديد من الصفقات، صفقتين تقريبا، ولكن هذه الصفقتين حقيقة ربح فيهن توتنهام. قدوس لاعب جاهز بإمكانياته، وكذلك بالينيا في خط الوسط اللي قدم نفسه بطريقة جدا رهيبة في مباراة السيتي حقيقة. لذلك أقول لكم أن توتنهام عليه أن يتعاقد مع بعض الصفقات، خصوصا في المقدمة نراها أنه الفريق محتاج على الأقل جناح أيسر. يعني صحيح أن عندنا جونسون، بس جونسون إمكانياته محدودة، مش بهذيك الإمكانيات الرهيبة واللي يخلق لك حاجة رهيبة مثل قدوس. لكن ايضا توماس فرانك اعاد بعض اللاعبين حقيقه مثل ريتشارلسون، اللي اليوم متحصل على ثقه وفرصه جدا رهيبه، وهو اصبح المهاجم الاساسي للفريق، مثل ما قال فرانك انه هو يريد البقاء، وانا اريده ايضا ان يبقى مع الفريق، لانه يقدم مستويات جدا رهيبه. وفاد حقيقه توماس فرانك في اول الجولات، لان حقيقه كل ما يحتاجه توماس فرانك متواجد عند ريتشارلسون. توماس فرانك يحتاج كل الفريق يهاجم مع بعض ويدافع مع بعض، وهذا الشيء يقيده حقيقة ريتشارلسون. توماس فرانك كذلك يحتاج انه جميع اللاعبين يعملوا الضغط العكسي والضغط العالي، وشاهدنا حقيقة ريتشارلسون استرد الكثير من الكرات. على سبيل المثال في هذه اللقطة شوف استرد الكرة من ريتشارلسون ولعب بالتمريرة. توماس فرانك ايضا يحتاج للتحول السريع، وشاهدنا انطلاقة ريتشارلسون والتحرك بدون كرة كان جدا رهيب، غير اتجاهه وخلق لنفسه مساحة جدا رهيبة. وهذا الشيء حقيقي يتميز فيه توماس فرانك، لأنه يمتلك جودة رهيبة من قبل قدوس وكذلك ريتشارلسون كل ما توتنهام يمتلك الكرة ولاعبين الخصم أو مدافعين المنافس غالقين مناطقهم ومسكرين على مساحاتهم، تحس أنه فقط يدور على اللاعبين وداخل البوكس، ينتظر أي عرضية أو كرة مثلا توصله. وشاهدنا هذا الشيء حقيقة في مباراة بيرلي في الهدفين. لو تلاحظوا هنا في البداية كان ينتظر عرضية بيدرو بورو، بعد ذلك للأسف بيدرو مررها لجهة قدوس وكذلك سار. شاهدوا التمركز اللي عمله، وهناك كانت رقابة عليه حقيقة مكثفة من قبل مدافعين بيرلي، ولكن طلع عنهم بذكاء حقيقة. شوفوا حتى لو تلاحظوا أن المدافع هنا كان يحاول أنه يمسك ريتشارلسون، ولكن ريتشارلسون حقيقة ذكي، طلع من عنده وسجل هدف جدا رهيب. ريتشارلسون في هذه المواجهة سجل هدفين وبنفس الطريقة حقيقة، جدا رهيب في اتخاذ القرار، جاي الكرة على الطاير ضربها من لمسة واحدة. بس لو نلاحظ أيضا ريتشارلسون في هذه المواجهة في الهدف الثالث استلم الكرة، نزل واستلم وساند الفريق في الخروج من الخلف. يعني استلم الكرة من روميرو وحافظ عليها بالمهارة، وشفنا التحول السريع اللي عمله سار وكذلك جونسون. فلذلك توتنهام ممتاز حقيقة في التحولات السريعة. ريتشاردسون في مباراة السيتي لم يسجل، ولكن شاهدنا مساهماته وكذلك تحركاته الرهيبة والضغط اللي عمله على مدافعين السيتي وكذلك حارسهم ترافورد، اللي كان ممكن انه يخطف منه هدف حقيقة. وشفنا حتى انه مزعج حقيقة ريتشاردسون في هذه المواجهة، الضغط اللي عمله سبب انه مدافعين السيتي يرتكبوا اخطاء في منطقتهم، كسب فاولين هو ريتشارلسون في شوط المباراة الاول. فلذلك ريتشارلسون لو نلاحظ حتى في الهدف اللي عمله جونسون كان تحرك جدا رهيب، كسر خط التسلل بتمريرة من قبل سار بالهيد. شوفوا التحرك اللي عمله، تحرك جدا رهيب، ويحسب حقيقة هذا الهدف لريتشارلسون، فقط لمستين ولعبها باس لجونسون. نشاهد هنا كسب الكرة، عقى شوية الكرة على قدام، ولكن لعب تمريرة جدا رهيبة لجونسون. فحقيقة ريتشارلسون في هذه اللقطة تحسب له. أما في الهدف الثاني لو تلاحظوا أن توتنهام ككل مش فقط ريتشارلسون، يعني ريتشارلسون سار جونسون والفريق ككل ضاغطين على السيتي، وحتى أن السيتي عانى في هذه المواجهة أن يطلع من الخلف. وشاهدنا هذه المعاناة، حتى بيب جوارديولا في شوط المباراة الثاني كان يأمر
ترافورد انه يلعب كرات طويله، انه خلاص ما قادر يتحرك حقيقه الفريق من الخلف. يعني شاهدوا هذا الخطا اللي عمله ترافورد، شاهدوا ريتشارلسون والضغط اللي عامله، تحس انه كانه عثمان ديمبلي حقيقه في هذه اللقطه. نعم كان هادي ايضا ريتشارلسون، الحمد لله انه لم يسددها بشكل غريب. فلذلك ريتشارلسون يعتبر من اللاعبين المؤثرين حقيقه في توتنهام في بدايه هذا الموسم، واتمنى انه يستمر وما ينصاب هذا اللاعب ويرجع للمنتخب البرازيلي وللمونديال. فاعطونا رايكم عن هذا اللاعب، وهل تتوقعون راح يستمر طوال الموسم بهذا المستوى او فقط هي بدايه؟